يا هلا فيكم، يا مرحبا. اليوم راح اسوي معاكم صدور الدياي بالزعفران. عندي هني صدور الدياي مقطعة، تبونها طوال تبونها مربعات على راحتكم. طبعا انا حاطة كيس كامل مفرزن، كيس كامل. عندي هني المكونات: بصل شرايح، ثوم مدقوق، الزعفران، فلفل اسود، زنجبيل، كركم، مكعبات الزعفران. هذه هي، شوفوا مكعبات الزعفران ينباعون بالدكاكين الإيرانية، بسوق مباركية، وفي بعض الجمعيات بعد. وعندنا هني كريمة الطبخ، وعندنا جبنة الموزاريلا حق تالي على الوجه نزين. ويمكن نحتاج ملح، بس ما راح احط ملح لان مكعبات الزعفران فيها شوي ملح. فتفت مكعبات الزعفران على الدياي، وهذا الكركم، نحط الزنجبيل، فلفل الأسود. أحط ملح لأن ذقت المكعبات ما فيهم وايد ملح. ابتدي أتبل المكونات، أخلطهم مع بعض واتركهم تقريبا نص ساعة ساعة. تقدرون تسوون الطريقة هذه من الليل. نسيت أقول لكم من ضمن الوصفة اللي هو البطاط المقلي. مكعبات بطاطا واحدة أو بطاطتين على حسب الكمية اللي أنتوا تسوونها من الدياي. وهذا الدياي الحين راح نتركه نص ساعة ساعة على راحتكم. ممكن تسوونها هالتتبيلة هذه قبلها بليلة. هذا دياينا بعد مرور ساعة. طبعا أنا ضفت عليه خيوط الزعفران. وهني على النار نحضر المقلة ونحط فيها الزبدة. بما أن طبختنا بالكريمة نحط زبدة وننزل الدياي على طول. بسم الله الرحمن الرحيم. الدياي حطيت عليه قلاص ونص ماي عشان يستوي. الحين استوى. الحين اخذ البصل الابيض، احط الثوم، حمشت الثوم والبصل. عندي البطاط المقلة انزل عليهم، احطها بالبايركس واصب عليها كريمة الطبخ. شوفوا جمال الطبخ وهو بالفرن. تقريبا 10 دقايق وهو بالفرن نرد نطلع الطبق ونحط عليه جبنة الموزاريلا. هذا طبقنا وطلعته من الفرن وجاهز للأكل. سهمكم العافية. طبق لذيذ، جربوه. دياي بالزعفران مع البطاط، وعلى وجهه الجبنة السايحة.